دلوقتي بقى احنا هنعمل الكبده الاسكندراني. تعالي بينا يلا افرجك على التفاصيل كلها كامله، والكبده الاسكندراني ازاي احنا هنا بنعملها ازاي، يعني طريقتها ازاي. حط طبعا بقطع البصل طرنشات، حط عليها فص ثوم، حط الزيت. طبعا انا بعمل الكبده بزيت غزير، ما بعملش الكبده بزيت قليل. تختلف كل حاجه عن حاجه، يعني في ناس بتعملها بزيت قليل، انا بعملها بزيت كتير. بيفرق كل واحد او كل صنايعي او كل مهنجي عن التاني. شويه كزبره ناشفه، خل بسيطه، حابب احط خل ماشي، مش حابب خلاص. دي الحاجه دي بتبقى حسب الرغبه، انا مش دايما يعني ان انا اعملها، بس ما بتفرقش كتير يعني بالنسبه للطعم. لو فرقت بتفرق حاجه بسيطه. هو اهم حاجه فص الثوم معايا. ابدا اسوي البصل حلو الاول كويس، بصل ومعاه الفلفل، كل واحد حسب طريقته، كل شيء له طريقه زي ما بيقولوا. الكبده دي انت ممكن تاكليها بكذا طعم وبكذا شكل وبكذا لون، يعني الكبده دي انت ممكن تاكليها بكذا طعم حسب تسويه البصل، وحسب ما انت يعني ما بتاخري حاجه عن حاجه وتقدمي حاجه عن حاجه. يعني انا ممكن انزل الفلفل دلوقتي لها طعم تاني، ممكن احط بصل بدري شويه، ممكن اطلع البصل بدري شويه واحط الكبده بدري شويه، برضه لها طعم تاني. الكبده وهي مفكوكه لها طعم تاني، الكبده وهي مجمده وبتنزل في قلب الطاسه برضه لها طعم تاني، كل حاجه لها طعم تاني. كده دلوقتي كده البصل كده خلاص استوى. ماشي يا حوده، اشوف انت عايز ايه وانا هبعته لك. حاضر مع بعض. وفصين توم ننزل في الزيت عادي. وبنفس طريقه الكبده الاسكندراني؟ طبعا نفس الطريقه. هي بس الفرق بين السجق والكبده الاسكندراني ان السجق بينزل مع البصل مباشره على طول، لكن الكبده بتنزل بعد البصل ما يستوي. لكن عشان السجق اللحمه بتاخد وقت كبير شويه في السوا، فلازم تقعد فتره كبيره شويه تستوي. ممكن اضيف على الكبده سجق او على السجق كبده، ايا كان هيبقى زياده حسب رغبتك انت. يعني واحد مثلا يقول لي اعمل لي سندوتش سجق، طب زود لي عليه شويه كبده كده. واحد تاني يعمل لي يبقى عامل مثلا سندوتش كبده يقول لي طب زود لي عليه سندوتش سجق. انا الاثنين ما عنديش مشكله اللي انت عايزه، كل حاجه دي متاحه. ده بيبقى سندوتش الميكس ده ب 25. 25. لسه هضيف الطماطم كده. السجق بدا يستوي وبقى دخل في مرحله السوا، اضطر انزل بعد كده بالطماطم، لان طبعا السجق ده كان الطماطم صلصه كده طماطم. حط فلفل؟ لا انا ما بحطش، عشان في ناس ما بتحبش السجق يبقى حراق، لان اغلبيه الوقت ساعات بيبقى حراق يبقى اوفر. وكده سندوتش السجق جاهز؟ كده طبعا السندوتش جاهز، بيقعد 5 دقايق لحد ما الطماطم تبدا تدبل، السجق يشرب ميه الطماطم برضه.